السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير، تحياتي ليكم جميعا. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. قصة النهاردة عن واحد بيقول: أنا دكتور، عندي طفلين توأم، بقالي 8 سنين متجوز، مراتي ست كويسة جدا وأهلها كمان ناس محترمين جدا، هي كمان دكتورة تحاليل بس ما بتشتغلش، قاعدة في البيت. المهم احنا من الأرياف، انا بشتغل في مستشفى حكومية الصبح، وبعد الظهر كده يعني هقول بشتغل مع واحد زميلي في عيادة بتاعته، بس الوضع يعني مش هقول لكم اللي هو بيدخل دخل جامد، لا، الحياة في الأرياف غير المدن أساسا. عندي مامتي وبابايا هم دول الوحيدين اللي في حياتي، أنا ابنهم الوحيد. لما جيت اتجوز مراتي، حماية شرط ان انا ما اتجوزت في بيت العيله، رغم ان انا ابنهم الوحيد والشقه او البيت كبير بتاعنا وممكن ابني دور فوق، لكن ان هم رفضوا وانا لبيت طلبهم وجبت شقه منفصله عنهم بره. بس كل يوم بعد وفاه امي، الاول كنت بعدي وانا جاي من المستشفى اشوف امي وابويا وانزل، دلوقتي بعد ما وفاه امي ابويا راجل كبير ولازم حد يهتم بيه، على الاقل كل يوم لازم اعدي عليه وانا راجع من المستشفى، وانا مروح من العياده اطمن عليه واشرب معاه كوبايه شاي واروح. جايب له واحد يقعد معاه ان هو يعني يسليه، يديله حس في البيت، طول النهار قاعد معاه، عشان بابايا مريض قلب برضه، بخاف لا يحصل له حاجه وهو قاعد لوحده. جاله القلب بعد وفاه مامتي على طول، تقريبا حزنا عليها، فجاله القلب وانا بخاف عليه جدا وماليش غيره في الدنيا. المهم من فترة كده، واحد زميلي عنده مستشفى استثماري في القاهرة، هم عائلة مبسوطة جدا، فطلب مني ان انا اجي اشتغل معاه في القاهرة وانقل شغل الحكومي برضو في القاهرة، وهيجيب لي واسطة ان انا انقل الشغل الحكومة يعني في القاهرة. المهم او اشتغل معاه في المستشفى دي طول النهار بمرتب حلو قوي وكويس جدا. انا عملت سمعة ليا والحمد لله دكتور ناجح في المكان اللي انا فيه او في تخصصي وليا سمعتي. المهم بقيت متضايق جدا، مش عارف هعمل ايه ببابايا. بابايا كده هيبقى لوحده، وبابايا من ساعة ما قلت له ان انا مسافر تحس ان هو انكمش كده، تحس ان هو زعلان، عايزني اسافر واشوف مستقبلي، بس متضايق جدا ان انا هسيبه لوحده، محدش بيسأل عليه غيري. اقترحت على مراتي، كنت عند اهلها في يوم وقاعدين بنتغدى، فقلت لها انا مش هقدر اسافر او انتقل الى القاهرة غير لما اخد بابايا، عايزاني اسافر، انا مهم هنقل القاهرة وهنقعد انا وانتي يعني شهر ولا حاجة، كان نظبط امورنا والدنيا تمشي معانا تمام، بعد كده هبعت اجيب بابايا، لاني هبقى متضايق جدا، صدقيني مش هتحسي معايا بالامان وانا بابايا بعيد عني، انا كده هبقى قلقانه على بابا. اهلها رحبوا جدا بالفكره وقالوا ما فيش مانع، بس يبقى ليه شقه مستقله. قلت لهم اكيد بابايا هيبقى ليه شقه مستقله، مراتي ليها حريه ان هي تقعد بحريتها في بيتها، انا مش لما اجيب بابايا نفس الوضع اللي كان هنا هيبقى هناك، انا هجيب واحد يقعد معاه ويشوف طلباته ويخدمه ويبقى قاعد معاه طول النهار، وانا اروح ابص عليه زي ما انا ببص عليه دلوقتي. المهم انتقلت وخدت بابايا ورحت قعدت هناك، ومرتبي كويس جدا في نفس العمارة اللي انا ساكن فيها، في شقة فاضية، فمراتي رفضت ان انا اخد الشقة الفاضية اللي في العمارة لبابايا ان انا اجرها له، فقلت خلاص لبت لها طلبها ورحت جايب له شقة في نفس الشارع بتاعي، ايجار اعلى شوية، بس قلت مش مشكلة انا مرتبي كويس، وفتحت عيادة كمان، بعت العيادة اللي مع زميلي اللي كنا شركة فيها واخدت عيادة في القاهرة بالقسط. اخدت الشقة اللي في نفس العمارة بتاعتي اجرتها وعملتها عيادة ليا، وجبت الاجهزة بالتقسيط، وبقيت يعني عايش حياتي زي ما بيقولوا مرتاحة، يعني مش محتاج. بابايا معاشه كويس الحمد لله، هو مستقل بنفسه بيصرف على نفسه، بس انا بعدي ابص عليه كل يوم وانا راجع من المستشفى. مراتي زعلانة جدا على الوضع ده وبتقولي لا باباك يرجع الارياف، هنا المصاريف غالية والمصاريف كتير، وليه احنا نتحمل ايجار شقة تانية، المصاريف اللي انت بتدفعها لباباك في الشقة دي احنا اولى بيها، هو يرجع يعيش في البلد، وكمان هنا اللي هيقعد معاه هياخد ضعف المرتب 3 اضعاف مما كنا قاعدين في البلد، اللي هيقعد معاه الممرض يعني او الراجل اللي هيونسه طول النهار معاه،
فهي بتقول لي يا اوديه دار مسنين يا اما ارجعه البلد. انا متضايق جدا من الوضع ده، وانا مش هسمح ان بابايا يرجع البلد تاني، لاني هبقى قلقان عليه جدا ومش مطمن عليه وهو ملهوش غيري في البلد. راحت لما قلت لها انا مش هرجع بابايا سابت لي البيت وراحت بيت اهلها غلطوها، بس هي مصممة على اللي في رأيها ومصممة ان انا لازم ارجع بابايا البلد، يا اما انا وهي ننفصلوا. انا مش قادر ابعد عن ولادي ولا قادر ان انا اخرب حياتي، ومش قادر كمان ان انا اسيب بابايا لوحده، بابايا ماليش غيره، وانا ما بعملش حاجة عنده. انا ما بقعدش غير اكتر من ان انا بشرب كوباية شاي وارجع، غير كده يعني مش مقصر معاها في اي حاجة يعني، ولا مقصر معاها في مصاريف عشان اقول ماشي هي بصل المصاريف اللي انا بدفعها ايجار الشقة لبابايا. بابايا هو اللي عملني دكتور وهو اللي خلاني ليا اسم وسمعة، بقيت دكتور دلوقتي مشهور والحمد لله ربنا فتحها عليا، بس مش مقصر معاها في اي حاجة. كمان مش مقصر معاها ان انا بروح اقعد عند بابايا بالساعات او التلاتة، لا ده هم كلهم ربع ساعة بحدي عليه اشرب معاه كوباية شاي ونقعد نتكلم 5 دقايق ويقول لي يا ابني قوم شوف شغلك خلاص انا عارف. او ممكن يعدي عليا في العيادة بالليل يقعد معايا 10 دقايق او ننزل نقعد على كافيه انا وهو وخلاص على كده. دي بتبقى الفسحة بتاعتنا، ما اعرفش حد غيره، هو اللي يعني لما بيشوفني ضحكته بتبان على وشه، بحس بالفرحة، ملهوش غيري. المهم هي مصممة على ان هو يرجع البلد تاني، وانا مصمم ان ابويا ما يرجعش. خايف لو صممت على رأيي ان البيت يتخرب، بس انا مش عارف اتصرف ازاي، وخايف لو بابايا يعرف. بابايا لو عرف هو هيرجع بس هيجيله قهرة. واللي مزعلني كمان من مراتي، من ساعة ما بابايا جه وسكن في نفس الشارع عمرها ما راحت بصت عليه او سألت عليه. يا دوبك ممكن وانا بتكلم كده بابايا يقول لي هات يعني مراتي يكلمها يسأل عليها الحمد لله الحمد لله يا عمو انا كويسة، تقول له تبقى تعالى قضي معانا يوم ولا تعالى اتغدى معانا يوم ما نكونوا قاعدين، حتى يوم الجمعة. حتى لو اقترحت عليها انا هجيب بابايا يتغدى معايا بكرة، تحس هاته، بس تبقى متضايقة وعمالة تنفخ عمالة تزعق للولاد. انا مش حابب كده، وبعد بابايا عنها اساسا، ما بيحتكش بيها ولا هي زي ما بقول لكم بتفكر ان هي تسأل عليه، مع العلم ان انا معاها كويس جدا ومع اهلها، وممكن نروح نبات عند اهلها باليومين 3 ونقعد عندهم ومفيش مشاكل. لكن انا بالنسبة لبابايا اقول ماشي عشان هو راجل غريب عنها مش هتاخد راحتها، بس في نفس الوقت يعني لو بجيه بابايا وانا موجود اتغدى وقضى معانا اليوم مش هيحصل حاجة نهائيا، وهرجع اروحه بالليل بشقته، مش هيبات حتى كمان معانا. وحتى لو بات ده ابويا انا ببقى موجود، واحنا متربيين والحمد لله كويس جدا على الدين وعلى الاخلاق وعلى الاصول، وعارفين ربنا كويس جدا وبيعتبرها زي بنته. عمره في يوم من الايام هيبص لها بصه مش كويسه. انا مش عارف دلوقتي اعمل ايه. هي حطالي شرط ان انا لو ما رجعتش بابايا البلد اللي احنا كنا فيها هي هتسيب البيت وتتطلق مني وتاخد العيال وتمشي. انا مش عارف اتصرف ازاي، اهدم بيتي وولادي، اخليها تروح زي ما هي عايزة، ولا اخلي بابايا عايش زي ما عايز في القاهرة، ولا اتصرف ازاي، مع العلم ان اهلها كلهم موافقين وموافقين في حقي وفي صفي، وبيقولوا لي هي غلطانة، لا باباك ما يرجعش، خليك قاعد معاه ملهوش غيرك والكلام من ده كله. انا مش عارف اتصرف معاها اعمل ايه. بص هقول لك حاجه، انت معاك كل الحق وثابت جدا، حتى اهلها واقفين في ظهرك، انت ما بتعملش حاجه غلط، انت بتبر بوالدك اللي ربنا امرك بيه. يمكن انت ربنا كرمك بسبب برك لوالدك، فخليك ثابت على موقفك. ارمي الكرة في ملعبها وقول لها ابويا خط احمر، ابويا مش هيمشي من جنبي ولا هيتنقل ولا هيروح البلد التانية، ابويا مش مقصر معاكي في اي حاجة، مصروف اللي انا بصرفه على ابويا ده حاجة ما تخصكيش، طالما انا يعني قايم بكل طلباتي معاكي. ابويا خط احمر ملكيش دعوه بيه، انتي كمان منفصله عنه. اما لو بتروحي تخدميه او لو جه قاعد عندنا هتعملي ايه؟ بر والدك زي ما انت ما بتبره، خليك محافظ على العلاقه اللي بينك وبين والدك. اهم حاجه ان باباك ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده او ما يحسش بحاجه عن الموضوع ده، عشان خاطر قلبه ما يحزنش وقلبه يتعب يعني ولا حاجه، ويحط في نفسيته ان هو السبب اللي هيكون في خراب بيتك. لا،
انت اثبت على موقفك وخلي كلامك او حاسم كده شوية معاها. امنع الاتصالات بقى والمحايلة وان انت لازم ترجعي وابويا، لا خليك بقى ايه متوازن. يعني خلي الكرة في ملعبها ان هي اللي تختار، ان هي عايزة ترجع وباباك موجود اهلا وسهلا، بابايا مش هيرجع تاني ابدا، بابايا هيفضل قاعد في شقته زي ما هي، انا مش مخليكي ان انت تحتكي بيه. وكمان قول لها الدنيا داين تداين، بكره احنا هنكبر، واللي انا بعمله مع ابويا بكره هنحصده من ولادنا، والدنيا يا عالم بينا ايه اللي هيحصل، انا بزرع دلوقتي عشان احصد بعد كده. وانت يا ست الكل يعني اعتبريه زي والدك، يعني لو باباكي كان قاعد عندك كنت هتعملي كده؟ ده هو الراجل كمان مش تقيل عليكي، يعني مش قاعد واخد له شقه لوحده، ده ذوقيا منك طالما في نفس الشارع. يعني يا بابا تعالى اتغدى عندنا، تعملي غدوه حلوه وتروحي توديها له. الراجل مش متقل عليكي اساسا عشان تحطيه في وجه مقارنه او اختيار بينك وما بينه. ما تحطيش نفسك ابدا في وجه مقارنه بينك وبين اهل جوزك، انتي حاجه واهله حاجة تانية، دول ربنا امرنا بالبر ليهم والطاعة ليهم، انت زوجته وحبيبته وحياته وبنته وكل حاجة، فما تخلطيش الحياتين مع بعض. خلي علاقته باهله لوحدها، والراجل عارف يفصل جدا بينك وبين اهله وبين علاقتك بباباه، وما بيقولكيش حتى تعالي بر بابايا، يعني ما بيجبركيش على خدمة بابا، ما بيجبركيش ان الراجل يجي يقعد عندك، ده انتي اللي المفروض تحطي زوجك فوق دماغك. الراجل سايب لك كل حاجة، الراجل يعني كويس معاكي، مش بيأثر حتى عليكي ان هو بيسيبك وبيروح يقعد عند بابا، لا ده جايب له واحدة او واحد يخدمه، جايب له كل حاجة ان هي ما تأثرش على حياتكم. بلاش تحطي العقدة في المنشار، بلاش تحطي نفسك مقارنة بينك وبين بابا، لان في الاخر هيختار بابا لان هو ملهوش غيره، وده هيبقى الصح. انت اللي لو قلنا بابا قاعد معاكي في الشقه هنقوله مثلا مش عارفه تاخدي راحتك ومتضايقه من وجود راجل غريب وما يصحش ان هو يبقى معاكي مهما كان بابا، بس هيبقى بالنسبه لك حرمانيه، ما ينفعش ان هو يقعد معاكي في بيت واحد. بس الراجل قايم بكل واجباته، قايم ان هو حاطط لك كل حدود، يعني مفيش حاجه تقدري تقولي عليها ان هو لازم يرجع البلد. يرجع البلد ليه؟ هو قاعد فوق دماغك؟ هو انت حاطاه وشايلاه فوق دماغك يعني مثلا؟ ولا كل يوم بيروح ويجي عليكي؟ ما بيعملش اي حاجه، ده الراجل بيبر بابوه، وابوه منفصل عن حياتك اساسا. ليه يوديه دار مسنين وهو جايب له شقه؟ ما اللي هيدفعه في دار المسنين هيدفعه في الشقه، هيأثر معاكي في ايه؟ خليك زي ما انت يا دكتور، بر باباك، خليك حاسم في كلامك، خليك حاسم في موقفك، وحطها قول لها بابايا ده خط احمر ما تجيش جنبه وملكيش اي علاقه بيه، ولا انا بصرف عليه ايه، ولا انا بديله ايه، دي حاجه ما تخصكيش طالما انا مش مقصر معاكي. سيبها ما تتصلش بيها، وسيبها ان هي اللي تتصل بيك وتبتدي تتصل بيك، هي هتزهق وهتتصل بيك وهتيجي ترجع لك هي تاني. الحق كله معاك واهلها واقفين معاك. خليك صامت على موقفك وبرك باهلك، بكره الدنيا دين تدان، واللي بتزرعه النهارده بكره هتحصده. يمكن لما تلاقيك ان انت حاسم وان انت مش هقول بقى خلاص وقفها على الطلاق، لا ممكن تقول لها انا عندي استعداد اصالحك باي طريقه، الا موضوع ابويا ان هو يرجع البلد تاني او ليكي علاقه بيه، بابايا قاعد زي ما هو في نفس البلد، ارجعي خد لها هديه كويسه، ويعني اما ترجع بقى هي البيت جيب لها هديه كويسه ان انت تراضيها عشان يبقى الطرفين، وفهمها قول لها اعتبر باباكي اعتبريه يعني خدي فيه ثواب، انا ما بقولكيش روحي اخدميه، ما بقولكيش روحي زوريه، فحط لها كل الاحتمالات دي، وبلاش تخربي بيتنا وعشان خاطر ولادنا. واكيد هي عارفه ده، بس هي بتدلع عليك وشايفاك ان انت يعني زي ما بيقولوا مدلوق عليها او بتحبها زياده عن اللزوم. فلا خليك حاسم، خليك ثابت على موقفك. ده رأيي انا، شوف رأي الناس في الكومنتات هتقول لك ايه. لايك وشير الفيديو واحلى تعليق على القصه من عندكم، والسلام عليكم.